هلا معكم داي. اندرو تيت جاب العيد ويمكن نحكي انه انكشف على حقيقته، وحاليا في هجوم جدا كبير على اندرو تيت، حرفيا هجوم اكبر مما بتتصور، والهجوم هذا من قبل الناس المسلمين والمهاجرين الغير شرعيين، والسبب بكل بساطه انه اندرو تيت كان عم بيطلع اشاعات كذب عن المسلمين، الشيء اللي زي ما نحن بنعرف كلياتنا انه بيستفزنا، اي حدا بتهجم علينا او على ديننا بيستفزنا هذا الشيء، لانه حرفيا عندنا عزه بالدين، وهذا الشيء حرفيا اندرو تيت حكاه بنفسه، حكى انه المسلمين عندنا عزه بالدين وما حدا بيسترجي يغلط على ديننا، ولكن اندرو تيت بهاي المره وقع وما حدا سمع عليه. المهم بهذا المقطع بنحكي الموضوع بالكامل، لكن قبل ما ابدا المقطع يا ريت تحط لايك وتكتب كومنت جميل مثلك، خلونا نرجع التفاعل زي ما كان قوي زمان. والان خلونا نبدا. عشان نفهم اللي سواه اندرو تيت لازم نعرف عن الجريمة اللي هزت بريطانيا بالكامل، واللي سببت مظاهرات جدا كبيرة ببريطانيا، وحرفيا سببت اعمال شغب ضد المسلمين وضد المهاجرين الغير شرعيين. والجريمة كانت انه في شخص دخل لمدرسة رقص للفتيات او للبنات، والبنات كلها كانوا صغار بالسن، قصر يعني، واللي صار انه هذا الشخص دخل لهنيك قتل 3 أطفال فتيات أو بنات، وأصاب أكثر من 15 بنت غيرهم. واللي صار إنه طلعت شائعات على المجرم إنه مهاجر غير شرعي وكان مسلم. هاي الشائعات اللي انتشرت وحطوا لي 1000 خط تحت كلمة مسلم، وطبعا الشرطة ما كانت رح تعلن عن اسم المجرم لأنه المجرم كان تحت السن القانوني، وهذا الشيء غالبا بيعملوه عشان في حال طلع بعد فترة من السجن أو في حال ما انسجن لمدة طويلة يطلع بعدين من السجن ويكون غير معروف او مجهول الهويه، يعني بتعاطفوا معه لانه تحت السن القانوني. قسما بالله غباء مو طبيعي، يعني مجرم بالله مجرم كيف بيطلع من السجن ماني فاهم. 3 بنات، وحرفيا عائلات هدول البنات عايشين بحياه ماساويه، وبعدين تيجي الدوله بتقول لك نحن بنتستر عليه لانه تحت ال 18. غباء اقسم بالله مو طبيعي. ويا ريت يعني تحت 18 عمره 10 سنين ولا 9 سنين، لا هذا البني ادم عمره 17 سنه، والله غباء مو طبيعي. ولكن شو بنتوقع من الناس اللي بتدعم الالوان والاشياء الثانيه المريضه. المهم انه الشرطه بعد اعمال الشغب اللي صارت والمظاهرات والاشياء كلها خلص استسلموا وقرروا يعلنوا عن المجرم، والمجرم كان بريطاني، شخص من مواليد بريطانيا، أبيض البشرة ومسيحي، ما له أي علاقة بالمسلمين حرفيا ولا حتى بالمهاجرين الغير شرعيين، ولكن كالعادة أي شيء رح يحاولوا يحشروه بالمسلمين. والمشكلة الكبيرة والمصيبة الكبيرة إنه الشخص اللي ساعد بانتشار هاي الشائعات إنه الشخص مسلم هو أندرو تيت. أندرو تيت اللي أعلن إسلامه وقلت خلاص أقوى وأذكى رجل بالعالم صار معانا، صار بصف المسلمين، آخر شيء طلع نصاب. طبعا الناس لاحظت إنه أندرو تيت واحد من أكبر الشخصيات اللي ساهمت بنشر هاي الإشاعات، خصوصا بعد ما طلع بمقابلة مع بيرس مورغان، وحرفيا بيرس مورغان ما خلى تغريدة لأندرو تيت إلا ما جابها. التغريدات كان ينزلها لصور مجرمين مسلمين ولاجئين غير شرعيين. أندرو تيت كان ياخذ هدول الصور وينشره عنده على الحساب ويحكي إنه هدول هن المجرمين اللي سببوا هاي المجزرة بمدرسة الرقص هاي، وحرفيا بيرس مورغان جاب كل هاي التغريدات لأندرو تيت وورجاه إياها. وطبعا هاي المقابلة وهاي التغريدات ورجاه إياها بعد ما الشرطة أعلنت عن مين هو المجرم الحقيقي. والله صراحة بيرس مورغان بيستاهل نقاط ريسبكت على هذا الشيء اللي سواه. ولكن حرفيا بيرس مورغان طلع تغريدة من التغريدات اللي كان أندرو تيت ناشر صورة شخص مسلم وقاعد بيحكي كيف إنه هو المجرم وإنه هو الشخص اللي عمل هاي المجزرة. فجاب هاي الصورة بيرس مورغان وحكى لأندرو تيت وأكد إنه هاي الصورة قديمة من 2023 وما لها أي علاقة بهاي القضية، وإنه الصورة كتير قديمة، وورجاه كيف إنه المهاجرين الغير شرعيين حرفيا ما لهم أي علاقة بالجريمة. وطبعا هذا كله بس عشان يطلع أندرو تيت غلط وما بيفهم وإنه بس قاعد عم يهبد، وهذا الشيء صح صراحة. والله تستاهل نقاط ريسبكت يا بيرس مورغان. أوه لحظة شوي دي أنا تذكرت إنه هذا كان مع نتن ابن الكلب. خلاص يا حبيبي اسحب النقاط يا شيخ. طبعا أندرو تيت عشان يطلع من الموضوع ويغير الموضوع بالكامل صار يحكي عن فلسطين واللي قاعد عم بيصير هناك. وصراحة حتى لو كان عم بيحكي عن فلسطين بس حتى يتهرب من موضوع تاني واللي هو الموضوع اللي كان بيرس مورغان محشره فيه، فوالله انه كفو، على الاقل غير الموضوع من موضوع لموضوع تاني كمان مهم حتى لو كان بس عم بيتهرب. انا صراحة من الان اعلن انسحابي عن تشجيع أندرو تيت والتشبيح له. حرفيا شخص غلط على المسلمين مرة فما راح استغرب منه لو بيطلع بغلط مرة تانية وثالثة، وطبعا ما راح اعفو عنه وارجع اشجعه الا لحتى يطلع ويعتذر. فاهمين كيف؟ لازم يطلع ويعتذر من المسلمين بالكامل. على العموم اكتبوا لي رايكم في الموضوع ولا تنسوا اللايك، خلونا نوصل هذا المقطع على 150 لايك، واكتبوا لي رايكم بالموضوع بالكامل. هل انتم مع اللي سواه أندرو تيت او ضد اللي سواه أندرو تيت؟ مع انه حرفيا ما بعرف مين اللي بيكون مع اللي سواه أندرو تيت. وطبعا اكتبوا لي رايكم بالموضوع، لو حابين تشوفوا افكار معينه، حابين انزل عن اشياء معينه، فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات واكتبوا لي هاي الافكار كمان بالتعليقات، وان شاء الله ما بقصر معاكم. وبالمناسبه لا تنسوا رابط حسابي على الانستغرام بتلاقوه تحت بالوصف، وباول تعليق كمان مثبت فروحوا شيكوا عليه. وبس والله بعرف انه هذا المقطع قصير، ولكن ان شاء الله بالمستقبل بنعوضكم بمقاطع اطول من هيك بكتير. كان معكم داي وبيس.
نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا.